السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بيكم معايا وحلقة جديدة من حلقات لومي لومة. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا، ورجعت لكم بأكلة جميلة كلنا بنحبها وكمان بنحب نعملها قوي في العزومات. الخرشوف مال الدنيا يا ست، منك ليه؟ هنزلي بسرعة اشتري كام واحدة واعمليهم لولادك هيعشقوه. كمان الخرشوف من الحاجات اللي كلها حديد، حديد طبيعي. اللي بيعانوا من الانيميا، نقص الهيموجلوبين، يلا بسرعة يجروا يجيبوا حبة خرشوف كده ويخزنوهم في التلاجة، ولما يحبوا يعملوهم باللحمة المفرومة يطلعوهم كده ويعملوهم بطريقة لومي لومة. يلا بينا نشوف انا عملت ايه. جبت الطماطم وغسلتها وقطعتها وضربتها في الخلاط، ومهم جدا ان انتي تصفيها من القشر لان القشر بيعمل عسر هضم. طيب عملنا ايه كمان؟ زي ما انتوا شايفين هبتدي اجهز كام فص توم، كام بصلايه، كام قرن فلفل حراق، وبعدين هطلع الخرشوف. على فكرة انا جايباه متنضف جاهز، يعني الناس اللي ما بتعرفش تنضفه او بتخاف على ايديها تسود وما بتحبش تلبس جوانتي اسفة، تقدر تشتريه من السوق جاهز متنضف كده زي ما انا جايباه، وتعيد عليه بقى تشيل كل الحاجات الخضراء اللي بتبقى من تحت علشان ما تشدش ساعة الاكل والسوا. هنا بقى حطيته في مية علشان ما يسودش، وبعدين هبتدي اجهز البصل اللي انا هستخدمه في تجهيز العصاج. قطعت شوية بصل كده محترمين ومعاهم قرن فلفل حراق، وهضربهم ولا ناعم ولا خشن. طبعا كلنا شاطرين وبنعرف نعمل العصاج، يعني هي مش افتكاسة. هجيب الطاسة واحطها على النار، واحط معلقة كبيرة سمنة ومعاها كم معلقة زيت ذرة، وهنزل بفصين 3 كده مستكة وادوبهم مع السمنة. خلاص كده. طيب بعد كده هنزل بالبصل واديله تشويحة كده مع السمنة والمستكة. على فكرة المستكة بتدي طعم طعم وريحة للبصل وانتي بتشوحيه، جربي. وكمان رشة الملح والفلفل الاسود دول بيودوا طعم وريحة البصل في حتة تانية. بعد ما شوحت البصل كده شوية هنزل بفصين توم، ههرسهم كده، ومعلقة كبيرة شوية هريسة شطة، هقلبهم مع البصل. وبعدين هنزل باللحمة المفرومة، ده نص كيلو من اللحمة المفرومة. هدمج البصل مع اللحمة، وبعد ما اخلطهم مع بعض كويس قوي هنزل بحزمة بقدونس وشوية ملح وفلفل اسمر تاني. اظبط بقى ايه الملح بتاعي، ادي تقليبة كده بسيطة. وشوية بابريكا كمان. ادي بقى تقليبة بسيطة. مش عارفة مين جه كلمني، حد بيكلمني هنا، ماشي ما علينا، معرفش مين ومش فاكرة لان الفيديو قديم بحق الله يعني. طيب هقلب بقى كده شوية واعمل حفرة كده في النص، وانزل بمعلقة صلصة جاهزة واقلبها تقلبتين، وبعدين امزجها مع اللحمة. هقلب بقى كويس. تمام التمام. لو وصلتي لحد هنا حطي لايك للفيديو، قولي لي بتتفرجي عليا من انهي بلد. وحشتوني اقسم بالله، بس انا كسلانة انا محتاجة يعني معجزة من عند ربنا علشان ارجع اصور تاني باستمرار. يلا بينا بقى نجهز البشاميل. ما انا بعمل الخرشوف ده بالبشاميل، مش معنى ان انا بضرب طماطم يبقى انا ايه خلاص هعتمد الطماطم بس، لا طبعا لازم شوية البشاميل اللي فوق الوش دول. حطيت حوالي 3 معالق دقيق كبار، وبعدين بعد ما شوحتهم في 3 معالق سمنة كبار هنزل عليهم بالحليب، وهبتدي اقلب شوية شوية كده، انزل شوية حليب واقلبهم لحد ما اوصل للقوام اللي انا عاوزاه. انا محتاجة هنا قوام البشاميل مش خفيف. تمام. هحط بقى هنا بعد ما وصلت القوام المظبوط شوية ملح، شوية فلفل اسود، رشة جوز الطيب. هنا لقيته تقيل شوية قلت لا اما خففه بشوية حليب تاني اهو زي ما انتوا شايفين. هبتدي افضل اقلب اقلب اقلب، وكل ما يتقل معايا احط حليب واقلب لحد ما اوصل للقوام ده. تمام. يلا بينا بقى نجهز الصينية بتاعتنا. هنا الطماطم اللي انا ضربتها في اول الفيديو وصفيتها هبتدي اخد منها فرشة كده في الصينية بتاعتي بس كده. اجيب بقى الخرشوف. الخرشوف من الاكلات الجميلة اللي انا عن نفسي بعشقها. ابتدي بقى احشي الخرشوف باللحمة المفرومة، ولما تيجي تشتري الخرشوف نقي الخرشوفاية، او تقولي للست اللي هتنضف لك الخرشوف نضفيها غويط، خليها تعملها لك غويطة، بلاش تعملها مسطحة عشان اللحمة ما تقعش منك في الصينية.
بصراحة اللي كانت بتنضفهولي ومعلمهولي الله يرحمها ست الكل امي، هي اللي كانت بتقولي اول ما الخرشوف يطلع تقولي ابعتي هاتي شوال، واجيب الشوال وتقعد عليه هما يومين تكون مخلصة الشوال كله. ربنا يا رب يرحمها ويغفر لها. امي من ساعة ما توفت وانا ما بجيبش الخرشوف، بجيبه كده من السوق جاهز، لان انا بصراحة ما كنتش او ما بعرفش انضفه زيها، يعني مش ما بعرفش خالص، بس ما بيطلعش مني زي ماما الله يرحمها، فبستسهل بقى بصراحة. بعد ما جهزت الخرشوف كله ادي البشاميل، مشيت على وش كل خرشوفايه بكبشة بشاميل كده زي ما انتوا شايفين، وكمان هحط بقى على وش الخرشوف جبنة موتزاريلا. الجبنة طبعا بتوديه في حتة تانية خالص، اللي مش حابة تحط جبنة ما تحطش عادي، ده اختياري بقى. بس الجبنة لما بتسيح كده على الوش والبشاميل يسيح وينزل على وش الصلصة، يبقى حاجة كده مش عارفة اوصفها لكم، لما تجربوها هتعرفوا. هغطي بالورق الفويل وادخل على الفرن. طيب هنا بقى بحب اعمل معاه بطاطس محشية لحمة مفرومة برضو. الصينية دي جايباها من تبر وير عندي من زمان جدا، يعني عشان محدش يقولي جايباها منين. دي صينية تبر وير اسمها، استنوا هفتكر اسمها عشان هي ليها اسم، الترا برو، افتكرت اسمها الترا برو. دي بلاستيك لكن بيخش الفرن عادي جدا. هنا بعد ما حشيت كل البطاطس، طبعا حاطه في ارضيه الصينيه القلب بتاع البطاطس نفسه، مش هنرمي حاجه بقى، غطيتها بالطماطم وحطيت هنا قرن فلفل وكام فص توم متقطعين شرايح، وهنزل بكام معلقه سمنه كده فوق وش الصينيه بتاعتي، وهغطيها وادخلها جنب اخوها الخرشوف، وهنشوف دلوقتي طالعين شكلهم ايه. حطي غطا الصينيه، دخليها الفرن. ادي الاكله بتاعتي النهارده. يا رب الحلقه تكون عجبتكم، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله.